ومعانا على الهاتف دلوقتي رئيس النادي المصري البورسعيدي الأستاذ ياسر يحيى. بنرحب بحضرتك يا أستاذ ياسر. مساء الخير يا ابو حميد، وبس على ايمن، بشكركم على الموت ده. أستاذ ياسر، احنا طبعا برنامجنا طبعا زي ما حضرتك عارف إخباري، فقدامنا خبر بيقول المصري لوزير الرياضة الإفلاس دفعنا للبث المنفرد والاس ام اس الحل لإيجاد موارد مالية. يعني تعقيبك عن الخبر ده وقول لنا بقى موضوع البث وصل لغايه فين، والنادي المصري وصل لغايه فين في المشاريع بتاعته والمحلات والستورز والكلام ده كله. يا ريت توضحه للساده المستمعين. والله انا مش عارف، يعني احنا كنا خلاص ماشيين في اجراءاتنا، كنا على خلاص بعد خطوات من ان احنا نحصل على المقدم المالي بالنسبه للبث التلفزيوني والبث والتسويق الاعلاني، مبلغ محترم، مبلغ مش قليل. وبعدين فوجئنا بجواب من مدير الشباب والرياضه، اعتقد بناء على تعليمات من السيد وزير الشباب والرياضه بوقف اي اجراءات بالنسبه لموضوع البث التلفزيوني وخلافه عشان المجلس فتره ريبه. واحنا يعني احنا لما جينا مشينا في الاجراءات بلغنا مديريه الشباب والرياضه اللي هي الجهه الاداريه، وادينا لهم وخدنا منهم مواعيد، وكان المفروض في مندوب جاي منهم وخدنا منهم الموافقه. لكن ما اعرفش ايه اللي حصل في واحنا خلاص، يعني كان يوم اعتقد الثلاث اللي فات ده كان جلسه فض المظاريف الفنيه والماليه. كنا خلاص يعني انت عارف ان ظروف النادي احنا ماشيين في كذا اجراء على اساس يبقى فيه مواعيد ثابته. أستاذ ياسر، ما فيش محاولة إن احنا نعيد من جديد إقامة المزايدة الإعلانية لبيع الحقوق التجارية والإعلانية للنادي المصري ولا؟ لا، احنا برضه زي ما قلت لك احنا مش هنسيب حق النادي، هنفضل مفيش باب الا لما نتركه. احنا بعتنا جواب برضه للسيد وزير الشباب والرياضة ان احنا النادي المصري محتاج ان هو يستكمل اجراءات المزايدة ومنتظرين الرد. أستاذ ياسر، يمكن كان الناديي الأهلي والمصري هما الناديين الوحيدين من دون أندية الدوري الممتاز اللي أعلنوا البث المنفرد. النهارده النادي الأهلي باع حقوق التلفزيونية ب 41 مليون أيا كان الرقم، ولكن هو النهارده أقام المزايدة وباعها، ولكن هذا الإجراء قابله شيء من العند من قبل مسؤولي اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هل النادي المصري ممكن يخش ويخاطر باسمه وتاريخه في ظل هذه المخاطرات مع مسؤولي اتحاد الاذاعه والتلفزيون ووزاره الرياضه واتحاد الكره؟ والله انا مش موضوع مخاطره، انا زي ما قلت لك انا في الاول والاخر عندي مصلحه النادي. انت النهارده النادي الاسماعيلي كان برضه ماشي في نفس الخطوات، واعتقد ان السيد وزير الرياضه تعهد ان هو هيعوضه بالفرق ما بين المقابل المالي اللي هيحصل عليه من الاذاعه والتلفزيون والمقابل المالي اللي كان هيحصل عليه من الشركه الخاصه. اعتقد ان هو مبلغ 2 مليون ونص، فسياده وزير الرياضه كان اعلن ان هو هيعوضه بالفرق. فانا برضو احنا النادي المصري مش اقل من اي نادي موجود في مصر، واحنا دلوقتي كنا هنحصل على مبلغ مالي وهيبقى في مذكره نعدها نبعتها لسياده وزير الرياضه، وان احنا محتاجين نفس المبلغ اسوه بالانديه الاخرى. وانا كان جالي معلومات كده ان سياده الوزير مشكورا مطلع دعم للنادي المصري بمبلغ 250,000 جنيه. النادي المصري مش محتاج 250,000 جنيه، النادي المصري مش اقل من الانديه الجماهيريه الاولى المحترمه. انا سمعت ان في انديه زي سوهاج وانديه زي المنيا طلع لها 700,000 و600,000، فالنادي المصري مش محتاج 250,000. احنا بنشكره، ولما يبقى في دعم المفروض ان هو يليق باسم النادي المصري وتاريخ النادي المصري، ولا هتسيبنا احنا يعني نسلك طريقنا في ان احنا يبقى في موارد ومش محتاجين دعم من حد، يبقى في موارد ثابته وان احنا نحصل على حقنا التجاري. احنا من حقنا ان احنا نحصل على استاذ ياسر حقوقنا التجاريه. استاذ ياسر برضه وانا كراجل موجود في النادي ومسؤول على تسيير اعلام، مش تسيير الاعمال، مش هسكت الا مش هنسيب باب لما نتركه من اجل الحصول على حقوق النادي المشروعه. استاذ ياسر، كان من احد اسباب رفض مديريه الشباب والرياضه ان المصري يبث منفردا هو عدم قانونيه المجلس، نظرا طبعا لانتهاء مدته القانونيه. وهكذا كان النادي الاهلي برضو مدته القانونيه طبعا انتهت في اغسطس الماضي او في سبتمبر الماضي، ورغم كده باع منفردا. فانت يعني رد فعلك ايه كرئيس مجلس اداره النادي المصري؟ والله احنا دلوقتي قبل ما ناخد اي خطوه قلت لك ان احنا خاطبنا الجهه الاداريه، والجهه الاداريه كان على علم بمواعيد الاجراء
المزايده، وكان في مندوب مفروض ان هو هيجي لنا، وكان يعني كل الخطوات كنا متابعين فيها من مديريه الشباب والرياضه. واحنا المفروض زي ما قلت لك احنا دلوقتي المفروض لجنه بتمشي الامور في النادي. فانت يعني نعمل ايه طيب دلوقتي لما انت بتقول احنا في فتره ريبه؟ احنا حددنا موعد فعلا انتخابات، اجراء انتخابات في شهر 3، بس احنا دلوقتي فين الموارد؟ يعني احنا هنعمل ايه؟ فانا بس بخاطب برضو من خلال الرياضي المحترم، راديو النادي المصري، ان لازم الناس بس تبص، المسؤولين يبصوا للنادي المصري بعين الاعتبار. النادي المصري نادي جماهيري، نادي كبير، نادي عريق تاريخه، يعني يخلي الناس كلها تحط في الاعتبار النادي المصري مش قليل، ولازم النادي المصري يتعامل معامله الانديه الجماهيريه الاولى كالاهلي والزمالك والاسماعيلي. استاذ ياسر، يمكن اخر سؤال هساله ليك وعايز اجابه مختصره. احنا بنشوف دايما ان النادي المصري واحوال النادي المصري بعض الجماهير بينقلوا الاخبار او بيقولوا رايهم عبر موقع التواصل الاجتماعي. هل مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت نعمه ام نقمه في الوضع الحالي للنادي المصري؟ ايه؟ مواقع التواصل الاجتماعي، الجماهير يعني بتناقش احوال النادي وامور النادي على مواقع التواصل الاجتماعي. هل انت شايف ان مواقع التواصل الاجتماعي حاليا نعمه ام نقمه؟ والله انا اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي دي نقمه على مصر كلها. انا بصراحه يعني احنا بنستخدم، للاسف احنا بنستخدم التكنولوجيا، بنستخدمها استخدام خاطئ. طبعا انا بتكلم على في ناس محترمه طبعا، وفي مواقع محترمه، وفي ناس بتقول ارائها بكل احترام، لكن يعني انا شايف ان المسؤولين في مصر دلوقتي، جميع المسؤولين في مصر في كل المجالات، اتجاههم اتجاه الفيسبوك. فانا اعتقد ان الفيسبوك هو اللي بيدير مصر دلوقتي حاليا. الفيسبوك هو اللي بتتخذ قراراته. الفيسبوك لو راح شمال هتلاقي كل المسؤولين رايحين شمال، الفيسبوك لو راح يمين كل المسؤولين رايحين يمين. فانا يعني احنا النهارده مصر كلها بقى فيها 90 مليون ناقد، و90 مليون سياسي، و90 مليون محلل رياضي، و90 مليون مدرب، و90 مليون لعيب. فيا ريت كل واحد يشوف شغله، واللي يقدر يعمل حاجه يقدمها. يعني اللي يقدر يخدم، خصوصا عندنا في النادي المصري. يعني احنا كنا بنمر او لو لازلنا بنمر بازمه، اصعب فترات النادي المصري الفتره السابقه والفتره اللي احنا فيها. يمكن الحمد لله بفضل مجهودات كل محب للنادي المصري ابتدينا نشوف النادي المصري تاني. ابتدى النادي المصري يبقى اسمه يتردد. بنشوف دلوقتي حتى في المباريات اللي بتتعاد. الاول احنا كنا متشالين على الخريطه خالص، دلوقتي في مباريات قديمه بتتعاد للنادي المصري، بقى في مباريات حديثه، بقى في النادي المصري في الجدول، النادي المصري اسمه بيتردد وراجع ان شاء الله احسن من الاول. فاحنا دلوقتي نشوف اللي يقدر يعمل حاجه واللي يقدر يخدم النادي يخدمه في فتره صعبه جدا، فتره من اصعب فترات تاريخ النادي المصري، محتاجه مجهود كل محب للنادي المصري والكيان النادي المصري. مش محتاجين ان احنا بقى نقعد نزايد على بعض، او ان احنا نكسر في مقاديف بعض. لا، احنا كلنا في الاول والاخر مشجعين للنادي المصري. مفيش مجرد كراسي او مجرد الكرسي اللي موجود ده مجرد اداه روتينيه تنفيذيه، لكن احنا في الاول والاخر كلنا هدفنا النادي المصري هو اللي باقي، وكان النادي المصري اللي باقي، والاشخاص كلها في زوال. فانا يعني بتمنى بس من الناس المحترمه المحبين للنادي المصري، يعني بدون تجريح بدون يعني مش عايزين بقى كل واحد نعمل فيها، مش كلنا خبراء. في اراء تحترم، ممكن كل واحد ينتقد باحترام، بس انا شايف ان احنا بنستخدم التكنولوجيا استخدام خاطئ في مصر كلها، مش في النادي المصري بس. استاذ ياسر، اخيرا اسالك سؤال. قدامي خبر بيقول ان السيد المحافظ اللواء سماح قنديل تحدث مع الاستاذ هنا بوريده او المهندس هنا بوريده عن طريق هاتفك المحمول لاقناع ابو علي للعوده للنادي المصري. الكلام ده صحته ايه؟ والله انا قلت يمكن قبل كده، انا عارف ان الاستاذ كامل محب للنادي المصري ومحب البورسعيد، واعتقد ان هو هتيجي الفتره اللي هيعود تاني لمكانه الطبيعي لبورسعيد والبيت والنادي المصري. فانا اعتقد يعني ان شاء الله ان الامور ماشيه في نصابها الصح ان شاء الله، واعتقد ان الامور لما تستقر في مصر باذن الله هيكون موجود استاذ كامل تاني موجود معانا وفي وسطنا،
ويقود تاني سفينة النادي المصري يعني إن شاء الله. اسئله كتير بتطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بين جمهور النادي المصري يا استاذ ياسر. إيه؟ وعايزين يطمنوا بقى، هل في صفقات في انتقالات يناير الشتويه؟ سامع يا أحمد بتقول إيه؟ في اسئله بتطرحها جماهير النادي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا حضرتك معايا رئيس النادي المصري معايا، لازم اسالك السؤال ده قبل ما نقفل مع حضرتك. هل في تمام. صفقات في انتقالات يناير الشتويه للنادي المصري؟ لازم احنا ان شاء الله، احنا طبعا احنا زي ما قلت لك احنا في الاول والاخر احنا صوت الشارع، فاي مكان في خلل ان شاء الله نصلحه ان شاء الله. في البدايه ان شاء الله، في اعتقد ان قريته على موقع النادي المصري ان في فيرود تحت سن 94 كان بيلعب في عمان، ده في خلال ايام هيكون موجود في مصر، وجاري برضه تعاقد مع صفقه سوبر بالنسبه لمهاجم افريقي، وفي برضه ان شاء الله هيبقى في موجود اعتقد باك ليفت موجود من الدوري المصري. ويعني احنا ان شاء الله قبل فترة الانتقالات هنكون ان شاء الله مدعمين النادي بالاماكن اللي محتاجين ان شاء الله ان احنا ندعمها ان شاء الله. صفقه حسام حسن وصلت لغايه فين يا استاذ ياسر؟ حسام حسن لاعب النادي المصري، يعني لغايه الان لاعب النادي المصري، وكل الكلام فيه انا قلت قبل كده واتكلمت، انا اهم حاجه عندي رغبه اللاعب ايا كان. الأندية واللي زي ما قلت أو الكيان العظيم زي كنادي النادي المصري ما بيقفش على اسم. فحسام يعني أنا شايف هو موجود حاليا معانا، لاعب النادي المصري، وأنا ما شفتش منه تأثير بيتمرن. في حصل اتصالات بيني وبين المدير الفني نادي الزمالك كابتن حلمي طولان، ولسه الأمور يعني ما هو وصلناش فعلا يا حاج لحاجة. ياسر، فعلا معلش يا استاذ ياسر، هو فعلا الكابتن حلمي طولان متمسك بهاني سعيد ومش عايز يجي المصري، ولا القصه ايه بالظبط؟ والله لا، هو كان كلمني، هو اللي طلب مني ان هو يبادل بهاني وطبعا هاني برضه لاعب النادي المصري وابن من ابنائنا، ابن من ابناء النادي المصري. لكن انا في الاول والاخر حسام حسن موجود معانا دلوقتي ولاعب النادي المصري، واحنا برضه مش لسه ما وصلناش لحاجه في الموضوع ده. وانا في الاول والاخر اتكلمت مع حسام وقلت له ده بيتك، وانا عايز تكون رغبتك هو اللي انت تبقى موجود معانا، وربنا ييسر ان شاء الله. ما وصلناش لحاجه بالنسبه للقصه دي. استاذ ياسر يحيى رئيس مجلس اداره النادي المصري، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات اللي طبعا تهم جماهير النادي المصري. طبعا مستمع